وكان في عظيمات كانوا موجودين مع حضرتك على المنصه. المراه طبعا احنا بنتكلم عن الحقبه اللي احنا موجودين فيها حاليا. المراه خدت حقوق كثيره ودي بتسعد الراجل على فكره، لان المراه هي الام. لا مش لا طبعا اكيد. ليه؟ اصل المراه هي الام وهي الاخت وهي الزوجه وهي الحبيبه وهي كل شيء على فكره، وهي اللي بتربي الراجل وبتوصله وبتنجحه، ومسؤوليتها كبيره. مش المرأة اللي هي اللي موجودة في البيت وبس، المرأة العاملة والمرأة في كل المجالات نجاحات كثيرات جدا. بنشوفهم في جميع المجالات دلوقتي، بنشوفها محافظة دلوقتي، بنشوفها مستشارة، وبنشوفها وزيرة. يمكن الكلام ده ما كانش موجود في العهود السابقة. عشان كده المرأة في هذا العصر أو في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذت حقوق وما زالت بيديها حقوق، وأنصف المرأة كتير. يمكن الرئيس السيسي مش بينصف المرأة بس، ده حتى في المعوقين في ذو الهمم يعني احنا بنعيش عصور من أزهى العصور المصرية في هذه الحقبة الجميلة. فالمرأة أعتقد أنها أخذت حقوق كثيرة وما زالت بنحلم أنها تأخذ أكثر وأكثر وأكثر. وشكرا.